السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بص يا بنات، عيد الاضحى يعني عيش شمسي. فتة يعني عيش شمسي زي ما انتوا كده شايفين، بسم الله ما شاء الله. ملوخية خضراء يعني عيش شمسي. بامية يعني عيش شمسي. تقلية يعني عيش شمسي. لحمة بالصوص والبصل يعني عيش شمسي زي ما انتوا كده شايفين. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حاجة كده يعني زي العسل زي ما انتوا كده شايفين. بصوا يا بنات، وعلى عين البوتاجاز وهوريكم. احنا خابزينه على عين البوتاجاز وهقول لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التسوية بتاعته يعني مفيش اسهل من كده. بسم الله ما شاء الله. من كيلو وربع عملنا 8 ترغفة ما شاء الله، والتمانية كبار زي ما انتوا كده هتشوفوا حجمهم. الله اكبر عليهم. شايفين طراي، شايفين الهشاشة. بص اللمعان والبيض وحلوين ازاي. ده كيلو وده نص كيلو. هناخد منه ربع كيلو نحطه على الردة عشان يبقى الجعر اللي انتوا شايفينه ده كده بتاعه. وهنسيبه وهنحط الربع التاني مع الكيلو، يبقى كيلو وربع من الدقيق. بس هننخلهم كده الاول يا بنات زي ما انتوا كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو زي ما انتوا كده شايفين. هننخل بس الدقيق كده عشان الدقيق ده سايب من عند العطار، يعني الدقيق ده سايب خالص. شايف انت الرغيف بتجيبيه بكام؟ كيلو الدقيق دلوقتي انا بجيبه ب20 جنيه. يعني والله ما بجيبه باغلى من كده، هو ب20 جنيه. شايفه ممكن انت عندك يكون ارخص من كده وممكن يكون اغلى من كده. انا بجيبه ب20 جنيه من عند العطار. دقيق سايب كده بينفع لجميع المخبوزات. فبقى يعني جميل جدا جدا ما شاء الله زي ما انتوا كده تشوفوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هندخل الدقيق زي ما انتوا كده شايفين يا بنات عشان لو في اي حاجه ما تطلعش في المخبوزات. زي ما انتوا كده شايفين. بس يا بنات لو وصلنا لحد هنا كده بالفيديو بالله عليكم ما تنسونا بلايك واشتراك. ولو عجبكم العيش الشمسي بتاعي كده دوسولي لايك وتعليق كده شجعوني. اللايك بيرفع الفيديو يا بنات ويخلي اليوتيوب يقترح. الله يبارك لكم كده يا رب. حق اليوم الكبير تدوسوا لي لايك عشان اليوتيوب يقترح الفيديو. انا كده حطيت معلقه من الملح، معلقه صغيره، معلقه شاي صغيره من الملح. وهحط معلقه كبيره من السكر عشان يبقى طعمه مسكر كده. لان العيش ده ممكن تاكليه بلبن، ممكن تاكليه بشوربه، ممكن تاكليه بجبنه، ممكن تاكليه بحاجات كتيره قوي ما شاء الله. وبص اللبن ده يا بنات عندي لان شايفين الجو حر كده. جبنا اللبن غليناه على النار ونسيناه بات قطع. عجين بيه العجين الشمسي بيدي ريحه وطعم حكايه. ما عندكيش اللبن القطع ده عجين بميه عادي جدا مفيش اي مشاكل. بس انا قلت استفاد باللبن ده، حرام ان هو يترمي، ما بنرميش اي حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده حطيت حبه اللبن دي كده وهزود بالميه، ميه من الحنفيه. انا ما سخنتش ميه خالص، ميه من الحنفيه. واللبن برضو كان بارد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا فضلت اضيف ميه للعجين لحد ما وصلت للقوام ده زي ما انتم كده شايفين. العجينه الطريه بتلزق في ايدي. ايوه العجينه الطريه بتلزق في ايدي عشان العيش الشمسي يطلع معاكي طري وحلو. بس ما تخليهاش طريه سايبه، لا يا دوب تلزق كده تلزيق بسيط. وافضل اعجن فيه كده زي ما انتم كده شايفين كده. افضل اهبط فيه واعجن فيه كده لحد كده العجينه ما تنعم معايا. بصوا يا بنات هوريكم. بص القوام بتاعه. لان الجو حر ما تخليها ما تضطرهاش لان العجين بيسيح من الحر. بصوا كده القوام ده حلو قوي 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 زي ما انتم كده شايفين للعيش الشمسي. ما تضطرهاش زياده عن كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنسيبها بقى كده ونجيب الصواني اللي احنا هنحط عليها الرده ونقطع عليها العيش. بصي يا بنات انا جبت حبه الرده دي رده ناعمه. تقول للعطار انا عايزه رده ناعمه، هيديك الرده الناعمه دي كده. ما خدوش يعني كميه رده كبيره، حاجه بسيطه. وهحط عليهم حبه الدقيق دي كده. ممكن تخلطهم كده، ممكن وانت بعد ما تحط الرده على الصواني ترش رشه الدقيق. بس انا حبيت اخلطهم كده عشان لما اجي اعمل مخبوزات تاني اللي هيفض مني من الرده دي هشيلها. ما يعمل مخبوزات تاني تبقى جاهزه عندي ومتشاله نضيفه كده وحلوه. الرده معاك عشان ما تسوسي، لو هتخاف عليها تسوس ولا تدود حطها في التلاجة. حطها في كيس واربطها ربطة كويسة. وبعد كده حطها في شنطة تاني واربطيها وحطها في التلاجة. هتفضل معاكي فترة طويلة. واليوم اللي هتخبزي فيه طلعيه من التلاجة.
بصي يا بنات انا حاطه الرده كده، بس رده يعني مش غزيره قوي ومش خفيفه قوي، عشان انا هخبزهم زي ما هما كده، مش هحوش الرده من الصواني وهحطهم في الفرن زي ما هوريكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي يا بنات احنا هنحط كده الرده، وبعد كده هقطع العجينه او هنقطعها. ممكن تقطعها صغير، ممكن تقطعها كبير. انا قطعتها الحجم اللي انتوا شايفينه، والحجم ده كان كبير مش صغير. انا بعد ما حطيت على الصواني كل صينيه رغيفين لقيتهم هيبقوا كبار على الصينيه، فحشتهم وحطيت كل صينيه رغيف واحد بس. بصوا يا بنات انا بقطع كده، بصوا زي ما انتوا كنتوا شايفين، بصوا كده لقيت الرغيفين كبار على الصينيه، فحشت منهم حطيت كل صينيه رغيف واحد بس. بعد ما حطيتهم جبت صواني تاني وحطيت عليها رده وحشت منها من عليها الصينيه، فكل صينيه كان رغيف، لان الحجم كبير زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بارك. والله يا بنات الحاجات في البيت حلوه ورخيصه وكلها بركه ونظافه وطعم، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. ممكن تخبزيهم تحطهم في الفريزر وتطلع منهم كده قبل ما تاكلي تطلعيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وممكن تشققيه، يعني تقطعيه بالسكينه كده وتشققيه وتحمصيه، تسقيه في الشوربه جميل، تسقيه في اللبن جميل، وممكن تاكليه باللبن كده طري. بص يا بنات انا بعمل كده بالكيس. وممكن تحطي ايدك على الدقيق حتى بسيطه، يعني مش تاخدي دقيق تحطيه على وشه، لا، تحطي ايدك كده على الدقيق وتعملي بيه. لو لقيت الكيس مش نافع معاكي تحطي كده ايدك على الدقيق وتعملي بيه، هيتعامل معاكي كده. احنا فردناهم كده يا بنات زي ما انتوا كده شايفين كده، والعجينه كده اختمرت اهو. هي كده العجينه مختمره بالخله بتاعت السنان كده، دي كده تبلي الخله ميه عشان ما تلزقش معاكي، وتعملي تبليها ميه وتعملي هتسلك معاكي خالص وتمشي معاكي بسم الله ما شاء الله، بسرعه بسرعه كده تبليها ميه وتعملي بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. العجين ده لا بنحطه على وشه ميه ولا بنحطه على وشه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، بنقطعه ونسيبه كده تحت المروحه بيختمر ويربي الوش ده كده او القشره دي كده. هو العيش الشمسي كده يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتوا كده شايفين هنعملهم كده بالخله بتاعت الاسنان كده. طبعا الخله تكون نظيفه، جايباها من العلبه نظيفه اهو. بصوا يا بنات شايفين انا عملته ازاي، شققته كده ازاي كده. طبعا اللي هشققه كنت مسخنه الفرن من قبليها لمده 10 دقايق كده، وهي حاطه الصواني زي ما هي بالرده بتاعتها، ما بحوشهاش من الرده بتاعتها زي ما هي بالرده بتاعتها، وهي حطاها لان احنا بنحط على الشبكه بتاعت البوتاجاز. تدخل الشبكه تخليها فوق الصاجه كده بواحده، يعني بتخليها بواحده كده او بواحدتين، مش في النص لا. بص زي ما انتوا كده شايفين يا دوب كده فوقيها كده بواحده يعني هو شاف انت بتعدي البوتاجاز، شاف كم واحده بتحط عليها الشبكه، انت تخليها تاني واحده على طول وتحطيها. اللي انا حطيته كده دي في الفرن، لان زي ما انتوا كده شايفين الصاجه بتاعت الفرن بتاعتي انا كده مهريه، فايه يعني خدت سوا شويه من تحت. فانت خدي بالك من الحته دي لو عندك الصاجه رقيقه. لو الصاجه بتاعت الفرن البوتاجاز بتاعتك جامده وحلوه حط عليها، يعني تخينه كده وحلوه الصاجه محمله حط عليها. بص يا بنات التسويه بتاعتهم مظبوطه بسم الله ما شاء الله، ما خدوش حاجه. دول 7 رغيفه، والرغيف التاني بيتاكل بألف هنا وشفا زي ما انتوا كده شايفين. بص الجمال والله العظيم احلى من اللي بنشتري 100 مره، لا مليون في المية احلى واجمل حاجه جميله جدا خالص. ممكن تحطيهم في طبق زي كده وتغطيهم. وانا جبت بقى بعد ما حطيتهم كده جبت شنطه كبيره بيضه حطيتهم فيها وربطتهم عشان يفضلوا طراي يتاكلوا بألف هنا وشفا. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص الجمال، بصوا يا بنات تحفه.